الكلام اللي هنقوله النهاردة من كتاب اسمه نظرية الفستق، وهو كتاب خفيف للي حابب يبدأ أو يدخل في مجال القراءة أو حتى للي حابب يفصل دماغه شوية. وبيحكي الكاتب وبيقول إن هو كان مع ابنه في يوم من الأيام، وأصر الولد إن هو اللي يسوق العربية على الرغم من وقتها إن هو ما كانش عنده رخصة قيادة. وفي لحظة تهور تخطى الابن إشارة المرور بطريقة مرعبة كادت إن هي تتسبب في حادث خطير. وحضرت في بال الكاتب كل الأفكار السيئة لحظتها، من تعرضهم للوفاة وبقاء زوجته وحيدة بدون زوجها وابنها اللي كان مقرر إن هو يدخل كلية الطب. بيقول الكاتب في اللحظات اللي عاشها دي اتأمل إزاي إن ممكن أسباب بسيطة وغير متوقعة إن هي تسبب مشاكل كبيرة جدا ومنعطفات مصيرية ومفاجأة في حياتنا. وزي كل الآباء خطر في باله فوراً إن هو ينهال عليه بسيل لا ينتهي من النصائح والتحذيرات، ناهيك طبعاً عن عبارات التوبيخ والتعنيف، إلا إنه فضل هادي وساكت لمدة 3 دقايق، وبعدها وجه الكلام لابنه وقال له: عمرك سمعت عن نظرية الفستق؟ فاستغرب الابن وجود نظرية بالاسم ده وقال له: لا. قال له: أكيد عمرك ما هتكون سمعت بيها لأن هي لسه جاية على بالي حالا. والابن توقع إن هو هيسمع شيء يخص الفعلة الأخيرة اللي عملها، فابتسم وقال له: أنا مش هعمل كده تاني، بس عموما إيه هي نظرية الفستق دي؟ فقال له: تخيل في يوم من الأيام إن أنا بعتك علشان تشتري لي شوية فستق، وفي طريقك كنت سايق العربية دخلت في تحدي مع شاب سايق عربية جنبك، وانتهى السباق ده بحادث تصادم تافه وصغير. ومجرد نزولكم انتوا الاتنين من العربية دخلتوا في خناقة، الطرف التاني راسه اتخبطت في طرف الرصيف ودخل في غيبوبة طويلة، وبعد حضور رجال الأمن تم اعتقالك بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص والتسبب ليه بضرر خطير. وبعد 3 أسابيع قضاها الشخص ده في غيبوبة وقضيتها طبعا انت رهن الاعتقال، اتوفى الشخص ده في العناية المركزة، فدخلت انت في قضية أكبر. وبعد أشهر من تداول قضيتك في المحكمة حكم عليك القاضي بالقتل غير العمد، وربما العمد لكونك انت اللي وقفته علشان تدخل معاه في خناقة. وبعد إصدار الحكم اتضح إن الضحية كان متزوج حديث وإنه له طفل صغير عنده 6 شهور، علشان كده القاضي أمر بإن هو يعلق الحكم لحد ما يكبر الطفل ويبلغ سن الرشد علشان يتم تخييره ما بين التنازل عنك أو الحكم عليك، واللي بدوره هيقضي على زهرة شبابك وانت في السجن متعلق بأمل ضعيف وطفل رضيع، وهتضيع عليك فرصة دخولك الكلية اللي كنت بتتمناها والزواج وتكوين أسرة سعيدة. وفوق كل ده ممكن الطفل لما يبلغ سن الرشد لا يتنازل عن الحكم وتصبح انت شيخ كبير، وأصل الحكاية شوية فستق. ابتسم الابن ابتسامة شخص استوعب الدرس ولكنه معلقش، وفي كل مرة بيستأذن الابن من والده علشان يخرج من البيت بيقول الوالد للابن جملة محدش بيفهمها غيرهم هما الاتنين بس، بيقول له: لا تنسى نظرية الفستق. المغزى من القصة اللي الكاتب كان بيحاول يقولها هو إن حياتنا هشة جدا ومصائرنا متقلبة، ومستقبلنا ممكن جدا لا قدر الله إن هو يضيع في لحظة بسبب تصرف متهور صعب إن أنت تتنبأ بيه أو تتداركه قبل ما يحصل بثواني. فزي ما حياتنا ممكن تتغير جدا بسبب قرارات كبيرة ومتوقعة ومخطط ليها زي الزواج واختيار التخصص الجامعي، كمان ممكن تتغير بسبب لحظة غضب أو قرار متهور أو حادث مفاجئ، واللي بدوره زي ما قلنا ممكن يدمر حياتنا ومستقبلنا رغم حدوثه أو حصوله بطريقة غير مقصودة أو متعمدة. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.